بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم ولد التركي. اليوم نحكي على حكاية الشاب خالد والمغنيين هادو اللي ممنوعين يدخلوا الجزائر. هل فعلا ممنوعين يدخلوا الجزائر أم لا؟ السؤال ليس هنا، مش هذا هو المهم احنا اللي على بالنا به أنه في الألعاب المتوسطية في وهران خالد لم يذكر ولم يستدعى المهم ما عطاولو حتى قيمة وما قيموش. تقدر تقول بلي صح فعلا يحكمك الشعب، تقبض عليك الدولة ولا تسلم نفسك للدولة خير من اللي يحكمك الشعب. لأنه أنا كنت حاضر القضية لخالد. كنت حاضر مرة في القنصلية الجزائرية في فيتري، وين كنا نبكر الصباح. كانت معاناة في هذيك القنصلية، أسوأ قنصلية في جزائرية في أوروبا. الحمد لله بدلوها الآن الكريتاي. ولكن نهار كانت في فيتري كنا في رمضان مثلا نصليو التراويح ونروحو نسطرو ونديرو لاشان باش نخدمو جواز السفر. هيا واحد النهار رحنا هكذا، ولما دخلنا فتحونا، رحنا على 5 الصباح، 4 ل5 كيف فتحونا على 8 ونص 9. دخلنا 10 شفنا هذا خالد كان يستقبل كالملوك. استقبلوا نائب السفير، نائب القنصل أو القنصل والمسؤول عن الأمن، وشفناه دخل من الباب الخلفي. المهم في هذاك الوقت كان واحد من الناس اللي حاضرين تما قال له افتح الطاقة النافذة، وقعد يصيح يا المروكي يا المروكي. ما فهمنا والو، حنا قلنا يعني بيناتهم حاجة ولا يعرفوا ولا يعني. تعجبنا في هذاك الوقت، ومن بعد حاولت نفهم انا وفهمت علاش هذا الكلام، لانه كان دار تصريحات وكذا. على كل حال القضية الله اعلم اذا كان منعوه صح، ولا كان منعوه ما هو السبب الحقيقي. هل هو فعلا تصريحات تاعو تاع الله ينصر سيدنا والرأي مغربي وكل شيء؟ لأنه هذا حاجة مهمة عند الجزائريين. الرأي بون ماشي عند الجزائريين ككل، على كل حال بالنسبة للتراث الجزائري نقصد. آه، فعلا يعني هي سقطة و وتصرى لهم. يعني درت صورة تاع اوريكو ماسياس باش نفكرهم اللي صرا لهم كيما اوريكو ماسياس. كي هذا خالد كي طلياني كي فوديل. اوريكو ماسياس عداها 10 سنين هو يحلم يدخل الجزائر، ولكن بصفته ليس لأنه يهودي منعه يدخل، لأنه هو يفتخر أنه صهيوني، ويقول الجزائريين ما لازمهمش يهضروا على فلسطين وما عندهم حتى علاقة مع فلسطين. لأنه الناس اللي كانوا الكولون اللي كانوا في الجزائر لما خرجوهم في الثورة التحريرية، كاين كتير راحوا لفلسطين ويقوموا بنفس الممارسات الكولونيالية والاستغلال والتعدي ومصادرة الأراضي وكل شيء كما عارفين. المهم يعني والله لا شماتة. يعني سبحان الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. المغاربة كاين فيهم مساكن اللي عم بالهم داولنا الملك، عم بالهم كي نقولوا حنا يعني ملك الراي. داولنا الملك تاعنا ولا سرقونا الملك. نضحك كي نسمع الهضرات هذو، لانه انا ما اكذبش عليكم شخصيا كبرت في جو ولا في بيئة اللي كانت تقول باش نضحكوا بيناتنا في الثانوية وفي الجامعة نقولوا نهق ربي يغفرنا على كل حال نهق حمار فقال ضدي، ولا يقولوا الدب خالد بصفة عامة، لأنه ما عنده حتى وزن. يعني هو يغني صح، ممكن الصوت ممكن تشهرب هذيك تاع طريق الليسي، ومن بعد غنى حوايج تبع بختة وكذا. وين يجي خالد مع عمالقة الراي صح، أحمد وهبي يعني والقامات الكبيرة.
هذا واش حبيت نقول. المهم دوك هو صراتلو كيما الحركة اللي ممنوعين يدخلوا الجزائر. عبالكم باللي كاين حركة حاولوا يدخلوا الجزائر، كاين اللي ما مقعد يدخل، كانت عنده الإمكانية يدخل الجزائر بعد 62، ولسبب بسيط ولا لخطأ، ارتكب خطأ كما أوريكو ماسياس. هذا اللي هذا ما بون مش حركيه، هذا من أقدام السوداء من الكولون وصهيوني وكذا. كاين حركي حكاولي عليه، كان عائلته في البلاد وولادو في البلاد وكل شيء، وكان يجي يخدم في فرنسا ويروح. سمح له الناس ما تبعوهش، خدم مع فرنسا، مهم بالك ظروف بالك كذا. السيد عدى مرحلة ولا يفتخر أنه عذب وشارك مع فرنسا وتعدى على الناس ايه. ومن بعد داروا به تقرير، عبالك باللي راح دخل بالطيارة منعوه يدخل، راح على تونس منعوه، ولا باش منعوه عبالك ولا باش يتلاقى العائلة تاعو حتى يروحوا لتونس. عائلتو الله أعلم وين تدفن وكيفاش صراتلو. أنا الوالد تاعي كان حاضر الحادثة كيما هكذا في الحدود التونسية، وين الشرطي كان شخص بالجواز السفر الجزائري ومنعه يدخل الشرطي. وكي حاول الأب يستفسر قال له الشرطي هذاك والله ما يشم ريحتها، والله ما يوقف فوق ترابها. شوف درجة يعني الناس اللي ممنوعين باش يدخلوا الجزائر، يعني خلاص نهائي، الا ان تتوب ولا ولا الا اللي بون اللي مطلوب الجزائر. شوف واحد اللي تغضب عليه تمنعه، لانه ما عندهاش فايده هاد اللعبه باش تسجن خالد، ولا ما عندكش حتى فايده. العكس هكذا كي تمنعه يدخل عندك احسن بالك. ولا حتى اذا كان مش ممنوع يعني رسميا، هو غير مرغوب فيه. شفنا في الالعاب البحر الابيض المتوسط كيفاش يعاملوه وكيفاش. هذه هي. خير ان شاء الله. المهم هذه نقولوا السعيد من اعتبر بغيره. وصيو خوتنا ما تدخلوش الامور السياسيه، لانه هذا مثلا كانوا في الفن راحوا دخلوا في الامور السياسيه. وشفنا هذاك الطلياني يضحك على الرئيس ويقول لك يجي يشرب تاي في المغرب باش يعرف المغرب وش هو، وانا نحوس به بالموتور ديالي بالموطو. هاك تشوف وين عاد، ولا من بعد يتبكى ويدير. اما قرا واحد لكم خوتي. هذا ما كان. السلام عليكم، في امان الله.